السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم جماعه ابراهيم من شركه اس زد، وكل يوم عرض جديد، واللي مش متابعني فايته كتير. حبيت افكركم يا جماعه ان الكميه قربت تخلص، واللي ما خدش الجهاز ده فايته كتير. ليه بقى يا جماعه؟ ان الجهاز دوت من شركه اتش بي، الموديل بتاعه اليت بوك 8460 بي، بيجي بمعالج يا جماعه كور اي 5 من الجيل الثاني، رامات 4 ومساحه 320، رامات هارد قابلين للزياده، وممكن تشيل الهارد وتركب مكانه اس اس دي. اللابتوب يا جماعه عليه كارت شاشه انتل اتش دي جرافيك 3000. اللابتوب بيجي بشاشه 14 بوصه باللون السيلفر اللي انتم شايفينه. الجهاز يا جماعه كانك بتشتري جهاز جديد بالفعل، زي ما انتم شايفين حالات كلها بسم الله ما شاء الله، كلها زيرو جديده يا جماعه. اللابتوب يا جماعه فيه 5 مداخل يو اس بي، وفي دي في دي ان هو لو عايز تحط اسطوانات، وفي مدخل ديسبلاي، وفي مدخل للصوت، ومدخل للمايك، وفي مدخل فيجا، ومدخل لان. البطاريه بتاعته اوريجينال، شاحن اوريجينال، كابل باور اوريجينال. الجهاز يا جماعه شاشته اتش دي. الجهاز ده هيشتغل معاك وورد واكسل كويس جدا، هيشتغل معاك اونلاين كويس جدا. الجهاز هيشتغل معاك العاب على خفيف. الجهاز كله معدن. الاجهزه دي يا جماعه ما بتجيش كتير. الجهاز ده يا جماعه بتيجي تستلمه من عندي بالشاحن الاوريجينال. ده الشاحن الاوريجينال بتاعه بكابل الباور الاوريجينال، تمام. بتستلمه من عندي بهديه بشنطه وماوس وستيكر عربي، وضمان 3 شهور يا جماعه. لو مهتم اكتب لي تم وهتسمع سعر ما حصلش. الجهاز ده تحفه يا جماعه، تحفه تحفه تحفه، وحالاته كلها كويسه زي ما انتم شايفين، وبسعر في متناول الجميع يا جماعه. لو مهتم اكتب لي تم، هتسمع سعر ما حصلش.